فيلم ثاندر بولتس وعودة مارفل، هل ده احسن فيلم فعلا من ساعة اند جيم؟ في الغالب No one can. قصة الفيلم بنكتشف ان يلينا بلوفا وجون ووكر وجوست وتاسك ماستر كلهم بيشتغلوا عند واحدة اسمها فالنتينا في عمليات مشبوهة، وفالنتينا في يوم بتفكر ان هي تقتلهم، فبيضطروا ان هم يتجمعوا مع بعض عشان يواجهوا الخطر ده. وبنكتشف ان فالنتينا بتحاول تعمل جندي خارق وممكن تكون نجحت في ان هي تعمله، وفي وقت من الاوقات بينضم لنا باكي وذا ريد جارديانز، ومن هنا بتبدا المغامره. ايجابيات الفيلم بالنسبه لي بتتلخص في حاجتين، بس حاجتين كبار جدا. اولا بالنسبه لي وهو التمثيل، فلورنس بيو 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 فلورنس بيو عامله دور جامد جدا. تخيل لما يبقى اعلى شخصيه في الكوميديا واعلى شخصيه في الدراما ممثل واحد في نفس الفيلم، حاجه تحفه يعني على الاخر. بالنسبه لذا ريد جارديانز انا ما بحبش الكوميديا بتاعته، بس ديفيد هاربور عامل دور مع فلورنس بيو عبقري، اللي هو في مشهد ما بينهم من قمه الدراما لحد من كتر ما انت تعبت من الدراما عايز افيه، والافيه جه في وقته. اللي هو انا ما بحبش الكوميديا بتاعتك، بس يعني ثانكس جاد انك انت موجود. فالدنيا حلوه جدا في الجانب ده.